هلو يوتيوب، عسلامة، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وفي رياكشن جديدة. أحلى أحباب، مرحبا بكم الناس الكل. واليوم باش نهزكم معايا يا جماعة. الملعب خرافي، ملعب عصري، باش نشوفوا مع بعضنا ملعب بمواصفات أوروبية، ملعب كأس العالم. هذا أنا مسميه في الجزائر الشقيقة. هاني سبقت الأحداث الكل وقلت لكم اليوم باش نهزكم، باش نعملوا ردة فعل على ملعب هو مش موجود. بعد سنوات باش يكون موجود، لكن الملعب هذا يا جماعة باش يخطف الأنظار. في القارة الإفريقية باش يخطف الأنظار. هذا ملعب جديد قاعدة حاضر فيه الجزائر في ولاية بشار. الملعب يكون حاضر بعد 3 سنوات. ملعب خرجوا يعني التصميم متاعو وأعلنوا على التصميم متاعو. وبالحق التصميم كي شفته أنا وشافوه برشا ناس وقريت عليه تعليقات، الناس تفاجأت بيه. منطولش عليكم ياسر الفيديو كل شيء، لكن الجزائر راهي قاعدة تبهر، ونحب نقول بالحق مبروك للجزائريين. الملعب الجديد اللي ينضاف لهم بعد عندهم زوز ملاعب مزيانين، اللي هو ملعب تيزي وزو. الحق الملعب الاخر نسيت اسمه، لكن نعرف الملعب الاخر زاد مزيان. ونخلي نطولش عليكم، قبل كل شيء اعملوا اشتراك في القناة، تفعيل الجرس يا جماعة، كل لايك كل كومنتير ما تنسووش، وكل نمشي مع بعضنا نشوفوا الملعب المزيان في الشقيقة الجزائر. هي نشوفوا مع القناة بعضنا أسعد الملعب الله الخرافي أوقاتكم الذي إلى ينتظر هذا الجزائريين فيديو والجزائر جديد. الكل، نقول لهم بالحق الكشف مبروك. الرسمي من قبل وزارة السكن والعمران عن التصميم النهائي وكما سمعتوا رسميا يكشفوا على التصميم النهائي للملعب، ملعب ولاية بشار. للمركب الرياضي الجديد في ولاية بشار، والذي تم اليوم وضع حجر الأساس فيه من أجل انطلاق العمل وبناء هذا. ويعني رسميا نبداو فيه يا جماعة. الملعب هذا الملعب الخرافي، الملعب الرهيب اللي بالحق نقولوا مبروك للجزائر على المولود الجديد، الملعب الجديد يعني اللي ينضم للملاعب الأخرى المزيانة اللي عند الجزائر. يعني رسميا وضعوا حجر الأساس وبداو فيه. المشروع والذي تم الاتفاق على مدة 36 شهر لإنجازه. كما الشيء سمعتوا قديش المدة 36 شهر، يعني 36 شهر كي خلينا نقولوا 3 سنوات ويكون المركب كامل جاهز. راهو ماهوش ملعب واحد، يعني ملعب ومركب كامل، يعني فيه مسبح، فيه ملعب يعني للتمارين، فيه صالة رياضية، فيه المرافق الكل اللي تتصورها في بالك. بالحق كملوا نتابعوا مع بعضنا الفيديو باش تكتشفوا الملعب الرهيب. مثير للاهتمام هو التصميم العالمي والراقي لهذا الملعب، يا والذي يا هو يا يا مستوحى يا من يا جماعة يا جماعة، شنو هو هذا يا الجزائر؟ شنو هو هذا؟ شوفوا التصميم، شوفوا التصميم، شوفوا التصميم هذايا. بالحق يا جماعة أنا كي نشوف هكا، أنا نشوف في ملعب تاع كأس عالم، ملعب متاع كأس عالم. يعني أنا الملعب هذا يذكرني بملعب لوسيل في قطر. يذكرني زادة بالملعب الأخير اللي شفناه مع بعضنا، ملعب سانتياغو برنابيو في الحلة الجديدة متاعو. كيفاش إنه نفس الديزاين تقريبا، نفس الديزاين. بالحق نقول لكم راهو ملعب أوروبي، أوروبي في الجزائر. ما عادش نحب نقول ملعب كلمة أوروبي، خلينا نقولوا في الجزائر. الجزائر هي اللي قاعدة تصنع، الجزائر هي اللي قاعدة تعمل. بالحق ملعب مواصفات عالمية، اركيتكتور واو واو واو. علاش ليه ما نشوفوش فيه ملعب كيما هكا كاس عالم؟ فهموني معناها 3 سنين اخرين وعندها ملاعب خرافية راهي اخرين. الرمال، وهي ثقافة ولاية الجنوب، وكذلك من تاريخ وأصالة ولاية بشار. الصور يعني يا التي هي جماعة كما أمام سمعتوا زاد الهوية نتاع الملعب هذايا راهي هوية من ولاية بشار. يعني هويته من التراث، من التقاليد، من الصحراء، يعني في ولاية بشار. يعني موروث الملعب هذايا راهو موروث باش يكون الكل موروث من ولاية بشار معناها. توضح هذا التصميم النهائي، والذي يوضح لنا أن هذا الملعب عبارة عن مركب رياضي، ملعب لكرة القدم تشاهدونه أمامكم بتصميم عالمي ورائع، تصميم عالمي، يتسع والله تصميم لقرابة عالمي. 25 ألف مقعد، وهو ملعب مغطى بالكامل 25 ألف مقعد، باللون الأصفر، معقول به. والذي يشير إلى الرمال، إضافة إلى ملعب مخصص 25 ألف للتدريبات مقعد. ولألعاب القوى وهو الواضح أمامكم، شوفوا كيفاش إضافة إلى ألعاب مسبح القوة شبه ومسبح أولمبي وصالة موضح رياضية. أمامكم بزخرفة رائعة جدا، وكذلك قاعة متعددة الرياضات. هذا التصميم الذي هو مستوحى من ثقافة ولاية بشار،
كما قلت ومن لكم ثقافة مساحة من ثقافة صحرائنا ولاية الكبيرة. بشار، الملعب الخرافي يعبر هذا عن يا جماعة. فخامة هذا الملعب العالمي الذي هو يظهر شوفوا أمامكم في حاجة أخرى من الفوق، كيفاش الملعب هذايا راهو بالكامل مغطى، ملعب مغطى بالكامل، يعني ماهوش يعني كان في المنصة الشرفية، لا هذا ملعب مغطى بالكامل. شوفوا هذاك اللي داير بيه هذاكم المرافق يعني المأوى السيارة تلقى فما أكيد في وسط الملعب من داخل فما يعني المطاعم وكل، فما حديقة أكيد باش يعملوها، يعني مرافق عصرية، ملعب عصري بأتم معنى الكلمة. صورة بتصميم راقي راقي وعالمي. راقي حتى على في الآخر الليل تصميم. يمكنك شوفوا أن يا تشاهد يا يا ألوان يا شوفوا الراية في الليل، شوفوا الوطنية. في الليل، شوفوا كيفاش الواجهة متاع الملعب راهي باش تكون تقريبا بالضوء، يعني باش يكون الملعب فيه الضوء. تصوروا انتم الملعب فيه الضوء وعلم الجزائر يبدا هكا الاخضر والابيض والنجمة في الوسط والهلال. شنو رايكم؟ روعة. في الملعب، وهذا من الأشياء الإيجابية. الملعب يتواجد به كل الأمور التي تحتاجها الملاعب العالمية، من مرآب مخصص للسيارات، وكذلك مسبح شبه أولمبي، إضافة بالضبط. إلى قاعة متعددة الرياضات وملاعب مخصصة للتدريبات. كل هذه الأمور تجعل من هذا المركب العالمي سيكون من أحسن الملاعب التي سيتم بناؤها في الجزائر، وستكون في الجنوب الجزائري. فهنيئا لولاية بشار بهذا مبروك. الصرح مبروك الرياضي ولاية الكبير. بشار، ومبروك للجزائر القاعة والجزائريين المتعددة الكل على الملعب الرياضات الخرافي التي هذا. تظهر أمامكم هذه هي القاعة بسعة الرياضية من داخل تبلغ الجماعة كما تشوفوا. 400. هذه القاعة الرياضية اللي في المركب الرياضي في ولاية بشار، اللي يحتوي كما قلت لكم ملعب، قاعة رياضية، مسبح، يعني بالحق برشا مرافق. شوفوا محلاها، صالة زادة رياضية بمواصفات عالمية، كيف تم مقعد، نشوفها. وهي قاعات تستوفي كل الشروط الدولية من أجل احتضان أي مباراة، بالرغم من صغر حجم المدرجات، ولكن كما قال تبقى لك قاعة الصالة الرياضية ماهيش كبيرة، صغيرة الحجم، لكن بمواصفات عالمية وتحتضن كل حاجة رسمية وعالمية يعني. نرجع للصالة، خليكم في الصالة. مباراة، بالرغم من صغر حجم المدرجات، ولكن تبقى قاعة بمواصفات عالمية، إضافة إلى المسبح الشبه أولمبي هذا والذي تبلغ المسبح، طاقته هذا الاستيعابية المسبح يا جماعة. 1200 كرسي، وكذلك يستوفي كل الشروط الدولية، أين يمكن فيه ممارسة أي رياضة مائية مبرمجة في هذا المسبح، وهذا من الأشياء الإيجابية. الجزائر تبدع والله، هنيئا والله الجزائر لولاية تبدع. بشار بهذا الصرح الرياضي شوفوا العالمي الاركيتكتور، واو الذي واو واو نفتخر واو. به، وبجودة تصميمه، والذي أكيد تفتخر صممته بيه، كل جزائري يفتخر شركة بحاجات كيما المكلفة هكايا في بلده. بالدراسات وهي إيكار، وهي شركة تركية، وهو مكتب دراسات تركي هو من مكتب أشرف دراسات تركي وشركة على تركية هذا هي اللي على هذا قايمة يعني التصميم على العالمي تصميم الذي حقيقة الملعب نفتخر هذا يعني. به، ونتمنى أن يكون حسب ما هو قولوا بالحق موجود مبروك في للجزائر الصورة، وكل إن خاصة شاء الله يا رب وأن نشوفوا شركة الملعب هذا يا جماعة ديكنيسان التركية يحتضن مباريات. تصوروا انتم مباريات تشامبيونز ليج ولا كأس افريقيا ولا مباريات افريقية رسمية في الملعب هذا، صدقوني الفرجة روعة. ويبدأ يعلق حفيظة الدراجي ولا عصام الشوالي، واو واو يا هي من ستتكفل ببناء هذا الصرح الرياضي الكبير في ولاية بشار. هذا ما أردت أن أقدمه لكم في هذا الفيديو عن التصميم الرائع